السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك. اللهم ارحم أمواتنا واشفي مرضانا وخلينا عيالنا واصلح حالنا يا رب جميعا قادر يا كريم إن شاء الله. النهاردة بقى يا حبايب قلبي معلش غبت عليكم. ام مصطفى اختي كانت جايه من الشغل، فالمشروع يعني عمل حادثه في الطريق، فكنت الواحد كان زعلان عشانها والله خالص. بس الحمد لله يعني هي بخير، بس جسمها كله يعني مزرق كده من مطرح بقى الوقعه والخبطه. ويعني كان وارم اول ما جات وكده، وكنا زعلانين علشانها واتخضينا عليها خالص، بس الحمد لله هي بقت احسن يعني. فقلت بقى النهارده اعمل لكم بقى النهارده فيديو كده عشان انتوا بجد وحشتوني جدا جدا جدا. عايزه اقول لكل حبايبي بالله عليكم ما تنسوش اللايك، بالله عليكم شاهدوا الفيديو للاخر من اوله لاخره، وبجد بحبكم في الله. وابن خالتي جاب ولد، ربنا يا رب يخليهوله ويبارك له فيه، وهو ومراته، ويا رب يرزقه برزقه كده، يشوفوا احسن انسان ان شاء الله. بقى النهارده اعمل لهم بقى الغدا ان شاء الله كده. عندي امي يعني. فجبت بقى كده الرز وغسلته بقى غسله حلوه، وجبت اللبن وحطيت فيه الملح بقى، وعيرت بقى البريمه كده زي ما انتوا شايفين. ودلوقتي كده انا حطاهم في الفرن وهسيبهم بقى على نار عاليه لحد ما يتشرب الميه. وجبنا بقى كده البطتين. الحاجة بصراحة بقت نار خالص في السوق، بس الحمد لله يعني الحمد لله وشكر الله. يعني الحاجة برضو جبناها وحلوة وبسم الله ما شاء الله، وقضيتنا كلنا وبألف هنا وشفا. جبنا بطتين، قطعنا بطة وعملنا بطة بحالها مع بعضها كده، ما قطعناهاش. الراجل بقى مش منضفهم حلوة قوي، فقلت بقى انضفهم برضو بعده كده شوية، عشان برضو ما يبقاش فيهم بقى ريش ولا اي حاجة. متنسوش بقى لايك يا حبايب قلبي، واللي اول مره يشوفني يعمل لي اشتراك فضلا وليس امرا. وان شاء الله معاكم دايما باذن الله، مش هسيبكم. وربنا يا رب يعمل فيه الخير ان شاء الله. لقناتي بجد ساعات ما بلاقيش مشاهدات حلوه خالص، وساعات يعني مشاهدات بتبقى يعني، بس برضو الواحد لسه عنده امل في ربنا سبحانه وتعالى. فعايزاكم كده تشجعوني كده وتعملوا لايك، واللي عنده شير يشير الفيديو. وبجد بحبكم جدا، وحتى برضو لو واحد بس بيشترك معايا او بيتفرج على الفيديو، بجد منورني جدا ومنوراني ومنورين قناتي المتواضعة. جبت بقى بعد ما غسلت بقى البط غسلة حلوة كده، جبت البطة اللي على بعضها ورحت حطها بقى في حلة مع بصل مع فلفل وبعد ما اتشوحت حطينا بقى المية. ودي البطة المتقطعة، حطينا فلفل وبصل كده، وهنسيبها برضو تتشوح، ونحط عليها برضو مية، ونسيبها بقى على نفسها. هنا بقى كان بصوا الريم بقى على البط من فوق لازم طبعا يتشال عشان الشوربة تبقى حلوة وصافية كده معاكي، لازم تشيل الريم. بيبقى على اللحمة ساعات، بيبقى على الفراخ، على البط كده. فقلت بقى اشيله كده واحدة واحدة معاكم. بجد الواحد اتخض على ام مصطفى ما اتصلت بينا وقالت لنا ما تشوفوا منظر العربيه والله العظيم بايظه من قدام، وكانت كمان راكبه قدام. بس الحمد لله ربنا ستر، عشان هي بجد طيبه جدا، ما بتعملش حاجه في حد وحشه، فربنا سترها معاها. الحمد لله اللي هي بخير، وربنا يا رب يخليها لابنها كده و... ويرزقها برزقه يا رب، ويخليهم دايما لبعض. بصوا بقى يا حبايبي، هنا بقى كان ال- الرز بقى المية اللبن اتشرب خالص، فوطيت عليه شوية وهسيبه يتلدن سنة كده، واطلعه بقى احط بقى إيه الزيت بتاعي. احنا بنحاول ما نحط السمنة يعني في الاكل وكده، علشان امي ما الدكتور يعني منع عنها السمنة، بيقولك بتتعب بعد ما تاكل سمنة على طول، فاحنا بنحاول يبقى اكلنا بزيت عشان الزيت خفيف. بصوا مستوي بجد تحفة، مش محتاج نقطة مية ولا محتاج اي حاجة.
محتاج بس نسقيه بس، يا سمنة يا زيت يا اي حاجة بس. ما اقولكمش والله على جمالهم وطعامتهم ولا ريحتهم، كانت قلب الشقة. هستاهل بقى لايكات كتير 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 وشير كده واشتراك في القناة كده يا حبايب قلبي. والله بجد ربنا يا رب يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري. وشكرا على تعليقاتكم الحلوة ووجودكم في قناتي المتواضعة. بعد ما زقناه بقى هنحطوه بقى ايه في الفرن كده عشان يتلدن بقى براحته، إيه على نار هادية خالص عشان طبعا ما يتحرقش منك ولا اي حاجة. بصوا بقى هنا كانت خلاص البط خلاص استوى، ورحت بقى حاطه ملح بقى وكده، ورحت بقى مطلعاه محمره. بصوا بقى التحمير ده تحمير فوق والله بجد تحفه. التحمير حلوة قوي قوي، وحمرتها من جميع النواحي. وبص الرز بتاعي بجد جميل، بألف هنا وشفا على قلوبهم. بجد انا بعمل لهم الاكل ده بحب فبيطلع جميل جميل جميل. ألف هنا وشفا على قلوبهم، وبجد بقول لهم بحبكم من كل قلبي. ربنا يسعدكم اهلي وناسي وكل اللي بيتفرج عليا. ربنا يكبر بخاطركم ويسعدكم ويخلي لكم اولادكم. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم ونال اعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.